السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ ان شاء الله بالف خير. وياكم الاستاذ عباس على الغالبي. طلاب هذا الفيديو اكو اخبار مفرحه لطلاب الثالث متوسط والسادس الاعدادي والخامس العلمي، فتابعون النهايه حتى تعرفون الاخبار 100%. طبعا اليوم كان اكو اجتماع بوزاره التربيه وراح نسولف لكم ان شاء الله بهذا الفيديو. طلاب قبل لا ابدا الفيديو اتمنى تروحون تشتركون بقناتي مال تليجرام لان جاي انشر لكم اخبار مؤكده 100%. اشترك بقناتي مال يوتيوب خلينا نوصل 250,000 مشترك. فطلابنا هنا يقول لك التربيه النيابيه توصي هاي خلينا نعوفها مال الاعفاء حتى بعدين فيديو واحد اشرح لكم شنو الاعفاء وهم انطيكم التربيه شنو قالت. هنا يقول لك التربيه النيابيه تناقش تكييف ماده الاجتماعيات. هسه لحد الان جاي تناقش تكييف، يعني تريد تكيف الاجتماعيات للثالث متوسط. ان شاء الله يكيفونه حتى ترتاحون لان هن 3 كتب، واحنا ايضا ناشدنا وزاره التربيه لاكثر من مره انه هن 3 كتب، هن وطنيه وجغرافيا وتاريخ مدموجات بماده واحده اللي هي الاجتماعيات. لذلك نتمنى انه يقلصونهن حتى الطالب يرتاح شوي، لان هي هسه حاليا اصعب ماده بالثالث هي ماده الاجتماعيات. نتمنى اما يحذفونها او يقلصونها. عندك التربيه النيابيه يقول لك هنا تؤكد اهميه تكييف مادة اللغة العربية، ومادة اللغة العربية للسادس الإعدادي في الفرع العلمي طبعا كاتبين هم. ونتمنى إنه للفرع الأدبي أيضا يقلصونه لأن هي أصعب مادة، يعني القواعد جدا صعبة، الأدب هم جدا صعب، فلذلك نطالبهم إنه يقلصونه. وإن شاء الله هم يقول لك حسب الاجتماع مال اليوم مال التربية النيابية رفعوا توصيات إنه يقول لك إن شاء الله نقلصه، يعني ان شاء الله راح يدرسون هذا الشيء، وان شاء الله راح ابلغكم بقناتي اول باول. ويقول لك هنا اخر شيء ايجاد معالجه جذريه لماده علم الارض. علم الارض اللي موجود بالفرع العلمي، لان علم الارض هو الشيء ماده جافه جايان نشوفها ماده جافه. هواي طلاب والله العظيم طالعين 100 كيمياء وفيزياء ورياضيات يطلعون 199 98 بذن المواد، بس من تجي العلم الارض لا ياخذ له 70 ياخذ له 60. فهذا راح يأثر عليه انه ما يقدر يطلع اعفاء او ما يقدر يلوح الاعفاء العام، فهاي المادة راح تأثر عليه. وهي بالتالي المادة محذوفة من السادس، ما موجودة بالسادس، ومادة أدبية نتمنى انه يخلونها فقط للأدبي. فهاي اليوم كان فقط بقى بس الاعفاء الكلي، يعني الاعفاء العام ان شاء الله نشرح لكم فيديو جديد. طبعا هاي كانت التوصيات وهاي الاخبار لهذا اليوم، واتمنى تشتركون بقناتي مال التليجرام. ان شاء الله هم راح نسوي حملات لهذا الشيء. وصلنا نهاية الفيديو، في امان الله وحفظه.